غازي من السعودية، تفضل أخي أبو غازي. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا، حياكم الله. عندي بس اسئله يا شيخ. تفضل. الله يسلمك. الاول، ما حكم لبس البرقع للنساء؟ طيب. والسؤال الثاني يا شيخ، ما يعني بالنسبه للتشقير للنساء يعني. التشقير. اي نعم. طيب. هذا. والسؤال الثالث يا شيخ، يعني يقولون ما حكم فك السحر بالسحر؟ طيب. يعني ما عاد تبين يا شيخ، يعني بالادله يعني. أبشر أبشر. جزاك الله خير. أحسنت أحسنت. وشيخ، بالنسبه لصلاه الفجر تكفى يا شيخ انك تنصح الناس على صلاه الفجر؟ طيب، يعطيك الله الجواب. يجزاك خير يا شيخ. أبشر يا أخي، أشكرك أخي أبو غازي. سعود من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. هناك أيضا أحد السائلين سأل، ذكرت سؤاله الآن، سأل عن حكم يعني دعاء أن الناس يدعون للمجاهدين في العراق، فهل يجوز هذا؟ هل هناك جهاد؟ أقول يا أخي بارك الله فيك، هناك جهاد الطلب وهناك جهاد الدفع. ففي العراق الآن هناك جهاد دفع، يعني جهاد صد العدوان، جهاد صد العدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فإذا اختل الأمن في بلد ما وهجم اللصوص أو حتى الكفار أو حتى الأعداء من المسلمين، أيضا لو بغت طائفة من المسلمين على أخرى، لو بغت دولة مسلمة على دولة مسلمة أخرى ودخل جنودها على المسلمين هناك مثلا، فكل هذا يباح فيه، يجب فيه الجهاد. كل هذا يكون الجهاد في حق القادر فرض عين، فرض عين على كل قادر. فلما يدعو الإمام أو الخطيب في الجمعة يقول: اللهم صل المجاهدين في سبيلك في كل مكان، فهذا دعاء موفق ودعاء صحيح. وكذلك عندما يقول المجاهدين في العراق، لأنه لا يخلو من جهاد في العراق، ولا يلزم أن يكون هذا الخطيب يقصد أن هناك جهاد قائم بإمام وراية وولي أمر، لا يلزم هذا. ولكن جهاد الدفع ليس كجهاد الطلب. جهاد الدفع يعني والمدافعة عن النفس، هذا يجب في كل مكان، يجب في كل مكان، ويجب على جميع المسلمين التناصر فيما بينهم حتى لا يضعف إخواننا المسلمين أمام أعدائهم. بارك الله فيك. الأخ حسين سأل عن امرأة